السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لسه مستمرة معاكم في فيديوهاتي في سلسلة مجمع الشامي. طبعا الفيديوهات اللي فاتت دي كلها كانت في الدور الاول. زي ما شفتوا كان كله خاص بالادوات المنزلية. طبعا ده اول فيديو في الدور التاني. الدور التاني عبارة عن ادوات مكتبية وفي مواد غذائية بس كلها معلبات، يعني اي علبة كده، وفي عصاير، في توابل، وفي حلويات وشوكولاتات وحاجات من دي، اي قطعة ب5 ريال. وفي ملابس، برضو في ملابس اطفال، وفي احذية، وفي اقمشة. وكمان في انتيكات وورود، وفي مستحضرات تجميل، وفي اكسسوارات، في حاجات تحفة، خصوصا قسم الانتيكات دي. دي حاجات بجد روعة روعة. خلاص اهو بعد خلصنا الدور الاول كله صورته. اللي ما شافش الفيديوهات يراجع يشوفها في القناة. اول ما نطلع كده الدور التاني هنلاقي قسم كده كبير للمنتجات الغذائيه. طبعا انا معرفتش اصور هناك، كنت الناس كتير بتشتري. وده بقى الشرابات، كلها دي شرابات، اي 3 قطع ب5 ريال، في قطعتين على حسب بقى الخامه. دي برضو بالقطعه الواحده. ده لافيت برضو عامل 5 ريال، اي قطعه هنا 5 ريال. دي كلها اللي هي الجوينتات الفرو دي، اللي هي مفتوحه عند الصوابع، شكلها حلو قوي، الوان كتير. دي كده جولة سريعة كده في القسم بتاع المواد الغذائية. هنا 3 قطع عصير ب5 ريال، اللي هو العصير الراني. ده تقريبا زي الشيبس وكده. دي تقريبا شكله مختلف شوية. هنا بقى ميكس حريمي مع أطفالي مع رجالي. انا خليت قسم اللي هو الهدوم بقى والشرابات والحاجات دي، خليتها في فيديو واحد. وبقى فيديو للمستلزمات اللي هي مستحضرات التجميل والعطور والحاجات دي برضو خليتها في فيديو. هنا دي معرفش بقى مخدة او مرتبة للاطفال البيبي، يعني حديث الولادة، تنفع كده وتنفع كده. مبطنة فايبر. دي مخدة كبيرة بقى، دي 5 ريال برضو. هنا حجم اكبر شوية. دي ملابس داخلية رجالي. دي بقى مشايات اللي هي السجاد، بس طبعا خامة خفيفة جدا، يعني هي تنفع ايه، يعني حاجات مش عملية قوي، يعني كده شكل بس. في منها اشكال كتير، في مقاسات برضو. ده تقريبا كان اكبر مقاس فيهم. دي بقى كانت خامتها تقيلة شوية، كانت حلوة، يعني ماسكة نفسها، تحط قدام الباب، حلوة قوي. هنا ملابس، بس انا ما خدتش بالي من الاسعار، معرفش هل ب5 ريال ولا السعر مختلف. دي ملابس حريمي داخلية برضو. طبعا خامات خفيفة جدا، يعني انا منصحش ان هناك تشتروا من الملابس والفوط برضو. حاجات خفيفة. هنا دي كلها اللي هو الشال، خامته يعني لحد ما كويسة مقبولة، خفيفة، تنفع طرحة اكتر.
اي قطعة ب5 ريال. في بقى اشكال كتير كتير جدا يعني، والوان مختلفة، وكمان خامات، في الصوف وفي القطن اللي هو التقيل ده حلو، ده اللي انا ماسكاه الاحمر في اسود ده قطن تقيل بس هو حجمه كبير شوية. ده زي الصوف ده حلو برضو، عجبني جدا، بس هو حجمه قصير يعني ما ينفعش شال كده تلبسيه، يعني ينفع طرحة اكتر. ده زيه برضو. ودي طرح قطن تقيلة، ينفع اوي في الشتا. اشكال كتير منها، ده زي اللي هي الطرحة اللي هي الاحمر في اسود دي، بس دي الوان مختلفة يعني. في بقى الوان حلوة خالص من تحت، معرفتش اصورها. في بقى احذية دي بناتي واولادي، دي الاطفالي بقى ستاند لوحده. في اللي هو الرجالي، اي قطعة ب5 ريال طبعا. كان في تحت في الدور الاول قسم الاحذية، كان في كوتشيهات وشوزات وكده، كان طبعا اسعار مختلفة يعني، ممكن 20 30 ريال على حسب بقى الشكل والخامة. دي بقى بنطلونات، انا ما عجبتنيش قوي، ما حبيتش ان انا اصورها، خفيفة خالص. وده الرجالي مقاسات كبيرة. هنا بقى في قسم خاص للقماش، هنا اي متر ب5 ريال، بس طبعا حاجات خفيفة جدا برضو مش عملية. تنفع يعني اللي هو لو عاملة فستان مثلا، كذا طبقة كده من تحت، تنفع بطانة للفساتين طبعا. في الشيفون ده في منه درجات مختلفة، في ده كله دانتيل وشيفون يعني اشكال. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هنكتفي لحد هنا، وان شاء الله انزل لكم بقيه الفيديوهات. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه. استنوني لان بجد الحاجات اللي جايه تحفه تحفه هتعجبكم قوي. بس كده، مع السلامه.